اهلا بكم. انا ابراهيم توفيق عكاشه، وجايين نتعلم النهارده من عم خميس شويه حاجات عن حمى الخيل، وهل الميه افضل ولا التطمير هو الافضل. تعالوا نشوف مع بعض. عم خميس، اتفضل. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. طبعا انت بقالك اكتر من نص قرن. نص قرن، ايوه. اكتر من 25 سنه اه. في هذه المهنه طبعا. ده صح؟ نص قرن 25 50 سنه. سنه؟ الله. الله. 52 ما شاء الله. بسم الله ما شاء ما الله، شاء ربنا يديك الله. ايوه. الصحة يا عم خميس. الله يخليك يا طب فندم. احنا كنا عاوزين نعرف، احنا طبعا في الخيول لما بنيجي نحميها، اه. ايه الافضل؟ في الافضل التمار، يعني ايه بقى التمار؟ اللي هو الحديده والفرشه، اه دول اساس الحصان. اه. الحمى ده ممكن 5 مرات او 6 مرات في السنه، مش في مم. الشهر، في مم. السنه. مم. انما ده الحديده والفرشه دول العمود الفقري بتاع الحصان. الحديدة والفرشة بيبقوا احسن ليه لشعرة الحصان وجلد الحصان، ولا لجلد ايه الحصان الفوائد؟ والدورة الدموية، الدورة الدموية ايوه. بتاعة الحصان لازم في انتعاش. امم. كده الحصان يظهر عليه ويبان عليه امم. الحيوية بتاعته، الرهونة بتاعته، المفرم بتاعه. اه. يعني ده الحديدة دي أهم شيء، تمام. الحديدة والفرشة. طب المية بقى، بنستعمل المية لا، امتى؟ المية دي بنستعملها في الرجول فقط لا غير. امم. حصان او فرسه الاوتار بتاعتها فيها التهابات شويه، بتديها ربع ساعه تلت ساعه للاوتار بس، انما الميه عمرها ما بتنظف. امم. الميه لا. لا، ما بشجعش اي حد انا يشتغل بالميه. المية للضرورة القصوى. للضروره فقط لا غير. لو الحصان مثلا كان نايم على وسخ او نايم على فضلات. بالسفنجه وبالفرشه سيادتك اه الشامبوهات اه او الصابون السائل، اه ده بيتنضف بيها. اه، لكن المنطقه اللي هي بس ببقعه، اللي تمام. فيها بقعه بتاعت مم. لمؤاخذه الزباله او البول او لكن الفرشة بس والحديدة دول اهم شيء. دول اهم شيء ده اهم شيء لشعرة الحصان لشعره الحصان وصحه الحصان وصحة عامه. الحصان، لان حتى طبعا الكيماويات اللي بتبقى في الشامبو وفي الشاور جيل بت طبعا بقى لها اثر على اثر الجلد على وعلى الجلد الجلد وبتاع وحاجه والشعر. زي كده. اه، يبدا فبنحاول مثلا يشتغل نبعدها. فيه، بيهيج الجلد، بيهيج اه، التعويره، بيهيج اذا كان في جرح ولا مهما حاجه. كان الفرشه والحديده. مهما كان المنتج كان غالي، اه لا، اه كده اه كده هيسيب اثار على الجلد والشعر. طبعا 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 طبعا. فانت بتنصح المربيين كلهم. فالمربيين والمغزى السياس بتوع الخيل امم. دول لازم الفرشه والحديده. امم. انا ما اكلهوش وادي له فرشه وحديده كل يوم. امم. صحه. امم. زي اللي مثلا بيبقى في التواليت في الحمام بيستحمى بالليفه، بتديله بتبص تلاقيه طالع فايق، امم. مش يلا ميه وصابون وخلاص امشي. ايوه. ما ينفعش ما ينفعش. صح كده. فطبعا الخيل ديت لازم الجلد ده لازم يعني تعمل له عمليه هيجان بالبلدي. امم. انما هو زي مساج، والحديده بتاخد وضعها في الجسم وبتروح يفضل رايح جاي بيها كده اهوت. ايوه. خدت بال سيادتك؟ فبتشغل له انت الدوره الدمويه بتاعت الجلد. تمام. خدت بال سيادتك؟ ادي كده كده اهو مظبوط قوي 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 قوي. لو كل يوم بس كده اهوت، وكل جنب 7 دقائق او 5 دقائق بكل يوم، ما اه. فيهاش مشكله. الحصان بيبقى نظيف وصحته بتبقى حلوه، ف انت حاسس بيه، امم. اللي هو قدام منك منور، شعرته مدوره وحلوه. خدت بال سيادتك؟ امم. وصحيا امم. دي احلى حاجه في يبقى يا الحصان. جماعة عم خميس بينصح كل المربيين وكل أصحاب المزارع وكل السياس إنهم يتمروا أحسن من الحمى. الحمى بيبقى في الضرورة بس، لحاجة طبية، أو لو هو كان متسخ زيادة عن اللزوم بسبب مثلا إن هو نام بجنبه على البول وسخ أو بتاعه. حاجة، أو نام على البول بتاعه، الكلام ده كله. لكن أهم حاجة التطمير، والتطمير هو الصح، مش أي حاجة مية وشامبوهات وكيماويات. حافظ على شعر الحصان وجلد الحصان، وابعدوا عن المنتجات اللي فيها كيماويات. شكرا، ونشوفكم في حلقة تانية من مزرعة عكاشة، ونتعلم حاجات سوا سوا.